في هذا الفيديو راح نلعب ماينكرافت بتحديات صعبة أو غبية. في التحدي الأول سوف نحضر أندر 5 أشياء في ماينكرافت في 3 ساعات فقط. واحد من 5 أشياء هو حرفيا أندر شيء ممكن تحصله في اللعبة. والتحدي الأول هو أن أحضر رأس كريبر. وبدأت يا شباب في التحدي الأول يا شباب، بدأت أجمع قليل من الخشب حتى نسوي الأغراض يا شباب. التحدي في 3 ساعات يا شباب، وأنا يا شباب بدأت أحفر إلى تحت وأجمع قليل من السطون يا شباب حتى نسوي الأغراض من الحجر يا شباب. وأنا يا شباب سويت سيف، ولكن في الغلط سويت كثير من السويف يا شباب. وأنا يا شباب سويت بيكاكس، وسوف نسوي هنا يا شباب أكس. وهنا دخلت يا شباب إلى كهف ووجدت قليل من الأيرون، وبدأت أجمع قليل من الأيرون يا شباب حتى نسوي الدروع. بعد ما يا شباب جمعت الأيرون، سويت الدروع يا شباب من الأيرون حتى نحتمي من الزومبي والوحوش الأخرى يا شباب. وهنا وجدت مجموعة من الأيرون، مجموعة من الدايموند يا شباب. المجموعة الأولى وجدت يا شباب اسمه 6 دايموندات يا شباب، سوف نسوي بها سيف حتى نقاتل اسمه زومبي غرقان يا شباب حتى يعطينا اسمه ترايدنت يا شباب. وهنا وجدت مجموعة ثانية يا شباب من الدايموند في الكهف يا شباب. يا سلام يا شباب، وبدأت أكسر قليل من الدايموند شباب حتى نسوي اسمه السيف من الدايموند شباب. بعدما يا شباب ما انتهيت من رحلة كافية، سويت هنا يا شباب سيف حتى نقاتل الزومبي الغرقان يا شباب حتى ناخذ الرمح يا شباب. وأنا بدأت أبحث عن المكان حق الزومبي يا شباب الغرقان يا شباب. بدأت أبحث عن بحيرة يا شباب. كان الأمر صعب جدًا يا شباب. وهنا سويت يا شباب درع أيرون يا شباب. وهنا وجدت كثير من الزومبي غرقان حتى يعطيني trident يا شباب. كان الأمر صعب جدًا. هنا يا شباب عندما كنت أقاتل شباب أحد من الزومبي شباب رمى لي الرمح يا شباب. وأنا يا شباب بدأت أكسر قليل من الأكسجين حتى نسوي آلة تطوير حتى تأتينا تلك التطوير حق ترايجن حق عندما يأتي المطر نضرب أي كريبر بالرمح يا شباب ويتحول إلى اسمه كريبر شارج لا أعرف اسمه يا شباب. حتى عندما يكون كريبر مع كريبر آخر سوف ينفجر ويعطينا الرأس يا شباب. وهنا مرت ساعة ونصف يا شباب عن التحدي هنا يا شباب. وهنا يا شباب سويت التطوير يا شباب، وسوف نبحث عن أي كريبر يا شباب. كان الأمر صعب جدًا يا شباب. يا شباب أتى نفس الوقت يا شباب بعد مرور 5 دقائق يا شباب. أتى الشتاء يا شباب، وأتى الليل في نفس الوقت يا شباب. وهنا lag كثير من الlag يا شباب. لا يا شباب، لا يا شباب، لا يا شباب. هنا كثير من الزومبي يا شباب. لا أريد أن أموت حتى نع حتى نعيد التحدي يا شباب. لا يا شباب. كثير من الزومبي يا شباب، وسويت الصعوبة هارد يا شباب. وهنا يا شباب ضربت يا شباب زومبي بالرمح يا شباب تحول إلى إلى اسمه إلى كريبر تشارج يا شباب. سوف نبحث عن أي كريبر آخر يا شباب حتى ينفجر في نفس المكان يا شباب ويعطينا الرأس يا شباب. الأمر صعب جدا يا شباب. انظر كمية سكيلتون وكمية سبايدر وكمية زومبي يا شباب. الأمر صعب جدا. هنا يا شباب سوف نبحث يا شباب عن أي كريبر يا شباب في نفس المكان حتى نرمي الرمح عليه يا شباب حتى يتحول إلى زومبي إلى اسمه كريبر تشارج يا شباب. يا شباب هنا موجود قليل من الكريبر يا شباب. سوف نبحث عن 2 كريبر حتى يعطينا الرأس يا شباب وننهي التحدي يا شباب. الآن شباب الساعة لا يا شباب، لقد انفجروا أعطانا الرأس يا شباب. وأخيرا يا شباب بعد مرور ساعتان يا شباب على التحدي، وأخيرا وجدنا الرأس حق الزومبي يا شباب. علي أنام يا شباب حتى ينتهي اللاغ. وبعد ما
نمت يا شباب، ووجدنا يا شباب اسمه الرأس الكريبر يا شباب. وأخيرا يا شباب كان النسبة يا شباب 0.0005 يا شباب. كان الأمر صعب جدا، وأخيرا يا شباب سوف نذهب إلى التحدي الثاني. كل هذه الأشياء عشان نحضر التحدي الأول وهو رأس الكريبر. والتحدي الثاني يا شباب إنه أن نحضر جولدن أبل مطورة يا شباب. سوف نبحث عنها في الكهوف يا شباب حتى نجدها يا شباب. سوف أذهب إلى الصحراء يا شباب حتى نرى معابد الصحراء يا شباب. هنا يا شباب وجدت معبد الصحراء أول يا شباب. سوف ندخل ونرى اسم موجود في الصناديق يا شباب. يا رب أن تكون موجودة هناك جولدن أبل يا شباب. سوف ندخل يا شباب ونرى إيش موجود في الصناديق يا شباب. يا رب أن تكون جولدن أبل يا شباب. يا رب أن تكون جولدن أبل مطورة يا شباب. سوف نرى الصندوق الأول يا رب. لا. الصندوق الثاني لا يا شباب. والصندوق الثالث لا يا شباب. الصندوق الرابع لا يا شباب. إيش ده يا شباب، غير موجودة الجولدن أبل يا شباب. وهنا وجدت يا شباب اسمه معبد الصحراء الثاني يا شباب. يا رب أن تكون في جولدن أبل مطورة يا شباب. إذا لم تكن سوف نذهب إلى اسمه الصندوق الأول غير موجود يا شباب. حتى نرجع إلى ماي شيفت الذي كنت في البداية يا شباب. غير موجود يا شباب جولدن أبل. سوف نذهب إلى الماين شيفت يا شباب. وهذا الصندوق ماين شيفت. يا سلام، وأخيرا يا شباب. وأخيرا يا شباب وجدنا الجولدن أبل يا شباب بعد مرور ساعتان. والآن سوف ننتقل إلى التحدي الثاني، ونقتل أنفسنا في 19 مرة بدون موب أم حيوان أم شيء يا شباب. و15 دقيقة شباب. والتحدي الثاني شباب سوف 12 طريقة حتى نموت الشباب. سوف هنا بدأت الشباب أجمع قليل من اسمه الدارت يا شباب حتى نسوي مكان عالي يا شباب. وسوف نقفز يا شباب. والموت الأول الموت الأول شباب. سوف نسوي الموت الثاني شباب عن طريق الغرق في الماء يا شباب حتى يسوي الموت الثاني يا شباب. بغير زومبي أم موبات يا شباب. علينا نموت بطرق غير موبات يا شباب. والموت الثاني يا شباب. وأخيرا الموت الثاني سوف نرى الموت الثالث يا شباب. وجدت هنا التوت يا شباب. سوف نذهب ونقف في جانب التوت يا شباب حتى نموت يا شباب. وتسمى الموت الثالث يا شباب. يا شباب بعد الموت الثالث يا شباب سوف نذهب إلى سوف نجمع قليل من الخشب حتى نسوي أغراض من السطون يا شباب الحجرية حتى نبحث عن اللافا وكثير من الأشياء يا شباب. وأنا يا شباب بدأت أسوي سيف. ومن بعد يا شباب سوف نسوي اسمه البيكاكس. ومن بعد يا شباب أكس يا شباب. وسوف نذهب ونبحث. وهنا يا شباب وجدت ايرون. بدأت أجمع قليل من الايرون يا شباب. آه، بعد ما جمعت يا شباب ايرون رأيت لافا ومت في اللافا يا شباب. وموت الرابع يا شباب. وهنا يا شباب مت من الجرافل يا شباب. والموت الخامس يا شباب. وهنا يا شباب سويت مكان حتى نجري. سوف أجري فيه يا شباب حتى يأتيني الجوع يا شباب. الهنجر حتى ينتهي الهنجر يا شباب. ولا يأتي الزومبي يقتلني يا شباب في الليل يا شباب. وهنا يا شباب سوي مكان بسيط جدا يا شباب. وهنا يا شباب بدأت أن أجري حتى اسمه أكل يذهب يا شباب. وهنا يا شباب بعدما انتهى الهنجر يا شباب بدأ القلوب تذهب يا شباب. والموت السادس يا شباب. والموت السادس يا شباب. وسوف أسوي هنا يا شباب دروع حتى لا يقتلني الموبات يا شباب. وأنا بعد ما يا شباب سويت بعد ما دخلت إلى النذر يا شباب سوف نموت عن طريق النوم يا شباب في النذر. سوف أسوي مكان حتى نموت فيه يا شباب. هنا مكان ممتاز يا شباب. سوف نحط البيت سرير وأموت من السرير يا شباب. ومت من السرير الموت السابعة يا شباب. وسوف نموت عن طريق اسمه عن طريق الأسهم يا شباب حق البو يا شباب حتى نموت. وتسمى الطريقة الثامنة يا شباب. وآخر طلقة يا شباب. لا آخر طلقة. لا يا شباب آخر طلقة تضرب في الحائط في السقف. ومتنا في المرة الثامنة يا شباب. والمرة التاسعة يا شباب إن الساند. وفي المرة الأخيرة سوف نموت. وجدتني يا شباب أندرمان. وسوف نقتل حتى نأخذ اسم العين يا شباب. وأنا يا شباب مت عن طريق أندرمان يا شباب ولم تصور يا شباب. ونموت في الموت العاشرة يا شباب. نحتاج إلى موتين يا شباب. سوف نسوي تي ان تي يا شباب حتى نموت في الطريقة 11. سوف نحط هنا الشباب تي ان تي. الطرق يا شباب نحيد الطرق يا شباب ونشغل تي ان تي ونموت في الموت رقم 11.
16 يا شباب، والموتة الأخيرة عن طريق الفليند عند ستيل يا شباب. سوف نسوي ولاعة هنا ويكون النار يا شباب، وسوف نموت يا شباب. وانتهى التحدي يا شباب، وفزنا في التحدي الثالث يا شباب.